مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اضطراب جوي سيخص الهضاب الغربية والمناطق الداخلية الوسطى خلال ليلة اليوم، سيكون مرفوق بنشاط رعدي. الأمطار ستكون معتبرة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد. بالنسبة ليوم الغد تبقى دائما أجواء غير مستقرة، أمطار على شكل زخات رعدية تخص كل المناطق الوسطى وكذلك الشرقية، تكون ضعيفة نحو السواحل، بينما ستكون نوعا ما مستمرة على الهضاب العليا، تكون أحيانا مرفوقة بحبات البرد نحو المناطق الداخلية الغربية. المناطق الشرقية خاصة نحو المناطق الوسطى الشرقية إلى غاية أقصى المناطق الشرقية، هنا الأمطار ستزداد غزارة بعد الظهيرة بحول الله، خاصة نحو أقصى المناطق الشرقية. تساقط الثلوج سيخص خلال الليل القمم الشرقية التي يفوق علوها 1400 متر. للإشارة الرياح ستكون قوية على كل الهضاب العليا والسواحل الغربية، كذلك على شمال الصحراء والصحراء الوسطى، هنا ستعمل على انتشار زوابع رملية. أجواء غائمة نحو منطقة تندوف إلى غاية الصحراء الوسطى، بينما شمال الصحراء وكذلك منطقة الواحات ستشهد بعض الزخات من الأمطار الرعدية خاصة بعد الظهيرة بإذن الله. بالنسبة لدرجات الحرارة خلال الليل نتيجة لتسرب الهواء البارد ستكون باردة بالمناطق الداخلية، 4 درجات فقط بتيارت، 9 بقسنطينة وباتنا، تقارب 13 بالسواحل، ما بين 15 درجة بكل مناطق الجنوب الغربي لغاية شمال الصحراء، إلى 19 نحو الواحات، تقارب 21 إلى 22 درجة بأقصى الجنوب الشرقي لغاية مرتفعات الهوغار والتاسيلي، ومعتدلة بالمناطق بالصحراء الوسطى لغاية أقصى الجنوب، ما بين 23 إلى 26 درجة. خلال ظهيرة الغد بحول الله درجة الحرارة ستعرف تراجع على كل المناطق الشمالية، لن تتعدى 13 بتيارت، 11 فقط بالجلفة، ما بين 17 إلى 22 درجة بالسواحل، 29 درجة بشمال الصحراء، 37 درجة بالهوغار، كذلك بالتاسيلي بأدرار، وأجواء حارة بالصحراء الوسطى تقارب 41 درجة. بالنسبة للبحر خلال يوم الغد سيكون بحول الله مضطرب إلى كثير الاضطراب نحو السواحل الوسطى والغربية، رياح قوية نسبيا نحو السواحل الغربية، وتبقى معتدلة بسواحل الوسطى وحتى الشرقية. أما عن وقت شروق الشمس لصبيحة الغد على مستوى العاصمة سيكون في حدود 7 دقائق بعد 6 صباحا، والغروب على الساعة 7 مساء و27 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.